مشاهدات الكواليس ديال عيد العرش. أقسم بالله العظيم علاش كيدير هادشي؟ أن أخلص لله ولملكي. واش كاين هادشي في التاريخ؟ قرون في عمر هادشي. هي تطوان كاينه في المغرب، ولكن هذا النهار المغرب كله كاين في تطوان. واحد القضيه اول مره نعرفها دابا، ما كاينينش غير الجيش ديال المغرب، القوات المسلحه الملكيه، كاين حتى ديال اسبانيا، وماشي غير اسبانيا بوحدها، كاين دول اخرى كيجيو يشاركوا بالجيوش ديالهم باش يديروا هذا الاحتفال هذا. كاع الطرقان عامره، الناس جايه من المغرب كامل، كل الطرق تؤدي الى ساحه المشوار، حيت ساحه المشوار هي فين كاينه العروض. والله العظيم ما عرفتش واش غيوصلكم نفس الاحساس، ولكن هذا الشيء عظيم بزاف. واو، غير تخيلها هاد الجيوش اللي كتشوفوا قدامكم، كل حركه هنايا وكل ضربه في الارض، لا من الخيول لا من الموساس، عندها تاريخ ديالها. من ديما كنشوف داك الكرسي الكبير اللي مور الملك وما عمر رديت ليه البال ديالاش، ومن بعد عرفت بلي داك الكرسي ما كيجلس عليه حتى شي واحد، لانه هو كرسي العرش. الكرسي ديما كيبان كبير، كيتواتوه الملوك من جيل لجيل، لان العرش ديال الملك ديما كيبقى ثابت. ربما اللي ما عايش معانا واللي ما قاريش تاريخنا ما غيعرفش التقاليد ديالاش. ها هي المشروعية قد عادت. تخيلوا ان واحد الوقيته الوطنيين هما اكثر ناس كانوا كيدافعوا على باش يبقى هذا الحفل ديال الولاء، لان كانت بالنسبه لهم فرصه باش يقدموا المقترحات ديالهم وداك الشيء اللي باغيين، وفي نفس الوقت يوريوا للحمايه الفرنسيه بانهم باقي التشبث ديالهم بالعرش، لانهم اكثر ناس كانوا كيدافعوا باش يرجع الراحل محمد الخامس. تخيل معايا ان هذا الشيء اللي كيشوفوا الناس بدا في القرن 16 مازال الى حد الان كيتعاود، من العهد ديال المنصور الذهبي، وهذه المراسم كتعاود. طبعا كتطور من دوله لدوله ومن ملك لملك، لكن واحد الحاجه اللي باقا ثابته هي الحفل ديال الولاء. بداو كيجيو السياسيين، الولاة والعمال كلهم تيوقفوا هنا بلباس موحد تقليدي باش يقدموا الولاء لجلاله الملك محمد السادس. قرون في عمر هذا الشيء، وحنا كنحضروا ليه دابا، اول مره غنحضر لهذا الشيء في حياتي. كل نقشه كاينه في الباب ديال القصر، كل طرزه كاينه في اللباس ديالها، عندها التاريخ ديالها والمعنى ديالها. كل حركه كيديروها الخيول كتحكي المعارك والبطولات اللي طرات في هذه البلاد العظيمه. سالا الحفل ديال الولاء طبعا غادي يتسالاو المراسم. هذا المشهد فكرني حتى بالنشيد ديال القوات المسلحه الملكيه: إن حلفنا قسما ألا نخون العلم وأن نجود بالدماء للذود عن حمى الوطن. الولاء والبراء لمملكتنا العظيمه إلى آخر قطرة دم.